السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي الإسكندراني في البيت، وهنعمله بكل سهولة ونظافة بقى، وكمان توفير. وهقولك تعملي العجينة ازاي صح وتبقى معاكي كده هشة وطرية. شايفين شكله يا جماعة؟ وعملنا كمان حواوشي وش بيتزا. شايفين شكله قد ايه حلو، والعجينة بتاعتنا هشة وطرية وحلوة جدا. وطبعا الحاجة بقت غالية جدا بره، انت تقدري بقى بكل سهولة ونظافة تعملي بقى الحاجة في البيت. شايفين شكله عامل ازاي والتسويه؟ اللهم بارك. وقبل ما ندخل على الطريقه، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه معايا هنا يا جماعه كوبايتين من الميه، ميه دافيه. وطبعا لو عاوزه تعجني بالحليب مفيش اي مشكله. هحط كمان معلقتين من السكر. عندي كيس خميره فوريه. عندي كمان معلقه صغيره من الملح. عندي كمان ربع كوبايه من الزيت، ومعلقه من الخل. وهبدأ بقى اخلط كله كده مع بعضه، المية مع الخميرة والسكر والملح والخل بالشكل ده كده يا جماعة، لحد ما ادوب السكر مع الخميرة كويس. بعد كده بقى عندي هنا كيلو من الدقيق، لان هعمل النهاردة كيلو دقيق. لو حابة بقى تقللي الكمية ممكن تعملي نص كيلو من الدقيق، لو انت اول مرة هتعمليه وعاوزة تجربي هتجربي في نص كيلو من الدقيق. هبدأ بقى اخلط الدقيق مع المواد السائلة اللي حطيناها بالشكل ده يا جماعة، لحد طبعا ما الدقيق يختفي معايا. وطبعا لو عايزة معلقتين مية بزودها على حسب طبعا الدقيق بتاعك بيتشرب كمية سوائل قد ايه. هعجن بقى كويس بالشكل ده كده اهو يا جماعة، اتلمت معايا كده. وبعد كده احتجت بقى معلقتين من المية، حطيت معلقتين كده بمعلقتين، يعني ما تنزلش مرة واحدة علشان العجينة ما تبقاش سايلة منك. ونزلت بقى بيها على الرخامة، وهفضل بقى اعجنها شوية حلوين كده. طبعا بقى بتتحكمي وانت بتعجني بقى كده على الرخام بالشكل ده كده يا جماعة. قعدت اعجن فيها كده شوية حلوين، يعني حوالي 10 دقايق، عشان طبعا معايا كمية كبيرة، معايا كيلو دقيق. هعجنها بقى كويس لحد بقى ما تتلم معايا وتكون عندي عجينة كده طرية بالشكل ده كده اهو يا جماعة. شايفين شكل العجينة بتاعتي؟ هحطها بقى في الطبق بتاعي واغطيها، وهسيبها طبعا بقى تخمر. طبعا بقى الجو حر، هتخمر معاكي على طول، يعني ممكن تقعد معاكي نص ساعة. على بال بقى ما تخمر هنجهز الحشوة بتاعتنا. خلاص بقى هسيبها تخمر واجهز الحشوة بتاعتي. معايا هنا كيلو من اللحمة المفرومة بالشكل ده كده يا جماعة. عندي كمان هنا حوالي 4 بصلات فرمتهم في الكبة بالشكل ده كده. وعندي كمان فلفل اخضر واحمر برضو فرمتهم في الكبة. وهحط كمان معلقتين من الدقيق، علشان طبعا لو في اي سوائل بقى الدقيق ده بيمتص اي سوائل في الحشوة بتاعتنا. وعندي كمان حوالي فصين 3 كده من التوم، برضو بقى بيخلي طعم اللحمة حلو جدا. ومعايا بقى فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر. معايا معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي، ومعايا كمان بابريكا وملح. ومعايا هنا رشة من جوز الطيب، ودي اختياري، لو مش عاوز يعني لو مش حابة تضيفيها ما تضيفيهاش. وبعد كده بقى هعجن بقى كله كده مع بعضه، اللحمة مع البصل مع الفلفل مع معلقتين الدقيق والتوابل اللي حطيناها بالشكل ده كده يا جماعة، لحد كده ما كله بقى يختلط مع بعضه زي اللي هنشوفه دلوقتي. شايفين بقى ما فيش ابسط ولا اسهل من كده، وحاجة بقى انت بتعملها في البيت بقى بكل نظافة كده. خلاص بقى يا جماعة هحطها بقى في التلاجة على بال بقى ما العجينة بتاعتي تخمر، نرجع بقى نشتغل مع بعض. كده خلاص يا جماعة العجينة بتاعتي اختمرت بالشكل ده كده، شايفين؟ وعلت كده اللهم بارك. هبدأ بقى اخرج منها الهواء، وهنزل بقى بيها على الرخامة بالشكل ده كده اهو يا جماعة. وهرش بقى رشة دقيق علشان طبعا العجينة بتاعتي ما تلزقش بقى في الرخامة، عشان طبعا العجينة بتاعتنا طرية جدا
وزي ما قلت لك، لو حابه المخبوزات او المعجنات بتاعتك تطلع طريه، لازم العجينه بتاعتك تكون طريه بالشكل ده. هقطعهم بقى كور قد بعض يا جماعه بالشكل ده كده. يعني الكيلو الدقيق عمل لي حوالي 13 رغيف حواوشي. يعني عملت ممكن حوالي 26 كورة عجين، عشان بعمل طبقة فوق وطبقة تحت. بعد كده غطيتهم بقى بشنطة. وبعد كده يا جماعة فردت كده فرد الدقيق على الرخامة، جبت أول قطعة وفردتها كده، يعني على شكل دايرة، على قد ما تقدري بالشكل ده كده. وهاخد كمان الكورة التانية وهفردها برضو بنفس الطريقة اللي فردنا بيها الأولانية بالشكل ده كده اهو يا جماعة. وبعد كده خلاص هجيب بقى الحشوة بتاعتي وهبدأ افردها كده على طبقة كده من العجين بالشكل ده كده يا جماعة، واوزعها كويس. وبجيب بقى الطبقة التانية وبفردها برضو كويس كده فوق اللحمة. وبعد كده بقى بقفل عليها كويس كويس بالشكل ده كده. شايفين بقى مفيش اسهل ولا ابسط من كده ازاي؟ يعني مجرد ما خدش مني عمايل، يعني مفيش نص ساعة كنت مخلصاه. وبقلب بقى الرغيف كده بالشكل ده. وطبعا بقى بحطه في صينية عندي، ما دهنتهاش اي حاجة خالص. وهعمل كمان برضو واحد علشان نشوف مع بعض. رشة الدقيق. وبعد كده بططت كده العجينة بتاعتي وخدت كرة تاني من العجين وهفردها برضو بالشكل ده. يعني اهم حاجة تفردوهم كده على شكل دايرة بالشكل ده يا جماعة. وبعد ما بفردها بقى بحط كده اللحمة بتاعتي او حشوة اللحمة المفرومة، وببدأ بقى اوزعها كويس كده على العجين. وطبعا ما تجيش بقى ناحية الاطراف علشان هلزق بقى العجين في بعض. هبدأ بقى اقفل الاتنين كده فوق بعض بالشكل ده كده. شايفين؟ بكل سهولة بتقفل معاكي بقى. وبعد كده بقى بتبططيه كده تبطيطة كده علشان بقى اللحمة من جوه تتوزع بالشكل ده كده. وبعدين بقى بحطه في الصينية يا جماعة لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. وعاوزه بقى تعملي وش بيتزا بعد بقى ما فردته وحطيت الحشوه وقفلته كويس، بجيب كده شويه من الجبنه الموتزاريلا بالشكل ده كده وبحطهم كده على الوش. وقطعت كمان كده شويه من الفلفل الاحمر، شويه من الفلفل الاخضر، لو حابه تضيفي الزيتون براحتك خالص بالشكل ده كده يا جماعه. شايفين بقى شكله بيبقى حلو جدا، وكمان الجبنه بتديله طعم كمان حلو جدا. كده خلصت بقى الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. شايفين؟ اللهم بارك بقى. بدخلهم بقى الفرن. لو انت بقى هتشغلي فرن بوتاجاز بتشغلي بقى من فوق ومن تحت، لازم الحواوشي بتاعك يدخل على نار عالية جدا علشان العجين بتاعك بقى يستوي كده وميبقاش ناشف منك. كده خلصت الكمية بتاعتي كلها وسويتها كمان. شايفين؟ اللهم بارك، تسوية حلوة جدا. شايفين شكله طالع عامل ازاي وقد ايه العجينة كانت حلوة جدا جدا. ان شاء الله لما تجربيه بقى بالطريقه دي هتعجبك. وكمان وش البيتزا كان حلو جدا جدا يا جماعه. شايفين شكله عامل ازاي؟ اللهم بارك. جربيه بقى. الاولاد طبعا بقى بيحبوا الحاجات دي بقى في الصيف، مش عاوزين بقى ياكلوا رز ولا خضار ولا اي حاجه. وان شاء الله لو الوصفه عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.